إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. صدق الله العظيم. أرأيت ما فعل المأمون يا أماه؟ رفض أن يعطي الرسول أموال خراسان. ربما كان يحتاجها لأمور ولايته. كان عليه أن يقدمها ثم أبعث له ما يحتاجه منها، ولكنه لا يعترف بي خليفة للمسلمين ولن أسكت على ذلك. لقد وافق على خلافتك وأعلنها يوم وفاة أبيك، وأقر بذلك في العهد الذي بينكما والمعلق على جدار الكعبة المشرفة. الظاهر الذي يعلنه يختلف عن الباطن الذي يضمره. يا بني يا بني، لا تجعل الشيطان يجرك إلى خلاف مع أخيك. أنت هكذا يا أماه تدافعين عنه وتأخذين موقفه كأنك أمه ولست أمي. أنت ولدي يا أمين، ولكنني عاهدت أباك قبل أن يموت ألا أفضل أي منكما على الآخر. بل تفضلين المأمون وتدافعين عنه. لقد نزعني من الخلافة بالواقع والفعل، ولن أنتظر حتى ينتزعني بالاسم. سوف أخلعه من ولاية العهد ولن يكون له الأمر من بعدي. ليس لك ذلك. بل لي أماه. لقد بدأ التمرد والتحدي، فعليه أن يتحمل نتائج فعلته. سوف أعهد بولاية العهد لولدي موسى، هو الأولى بها. أرى أنك مصمم على أن تدخل معركة مع أخيك. بوسعه أن يتجنبها لو نزع نفسه من الخلافة وتركها لولدي. ألا تفكر في دماء المسلمين التي تسيل لو أن معركة قامت بينك وبين أخيك؟ يا بني، المأمون مع أخواله في خراسان يستقوي بهم. كل القوى التي تسانده لا تصمد ساعة واحدة أمام جيوش الخلافة. إذا قامت الحرب فلا يعرف أحد كيف تنتهي. أنا واثق من جيشي. ألا تفكر في العهد الموجود على جدار الكعبة المشرفة؟ هو الذي نقض العهد ولست أنا. لقد حدث ما أخشى وكان يخشاه الرشيد. ما عادت العهود ولا الوعود تمنع شيئا. يا ولد، أنت يا مولاي أمير المؤمنين، ومن حقك أن تختار ولي العهد الذي تعهد إليه بالأمر من بعدك. أبي الرشيد حدد الأمر. لقد اختلفت الظروف والأحوال يا مولاي، ولو كان الرشيد حيا لوافق على إسناد الأمر لولدك موسى بدلا من المأمون. أتظن ذلك يا فضل؟ ليس ما تفعله بدعة يا مولاي، ولكنها سنة مسبوقة. فجدك المنصور خلع ولي عهده عيسى بن موسى ابن أخيه وعهد بالأمر للمهدي ولده، والمهدي خلع عيسى بن موسى مرة أخرى وولى ولده الهادي، والهادي أراد أن يخلع أخاه الرشيد ويولي جعفرا ولده من بعده لولا أن عاجله الموت. أعرف ذلك كله، ولكن هناك عهد كتبته على نفسي بأن يكون المأمون ولي العهد من بعدي. ماذا يقول الناس لو أخلفت عهدي؟ لا أحد يذكر ما كان يا مولاي، الناس سرعان ما ينسون. العهد مكتوب بيدي وبيد المأمون ومعلق بأستار الكعبة المشرفة، والحجاج والزوار يقرؤون ما فيه. يقصد مولاي هذا العهد؟ هو بعينه، هو بعينه. كيف وصل لك؟
أرسلت من جاء به من الكعبة المشرفة. ما كان لك أن تفعل ذلك. ماذا يقول الناس؟ لا أحد يعرف من الذي أخذ العهد، أنت أو المأمون. فعلت أمرا لا يليق. أردت لمولاي أن يكون حرا لا يلزمه شيء. لا تبرر فعلتك الشنعاء. ترسل من يسرق العهد من الكعبة المشرفة. كيف ذلك؟ لو أمرني مولاي أرسلت من يعيد العهد إلى مكانه. تنزعه وتعيده مرة أخرى؟ هذا عبث لا يليق. دع الحال على ما هو عليه. اتفق الإمامان أبو حنيفة ومالك على هذا الأمر، فما رأيك يا شافعي؟ أخالف الإمام أبا حنيفة وشيخي مالكا في ذلك، فقد أخذ بالاستحسان كدليل من أدلة الشرع، والاستحسان كما نعلم هو فهم شخصي لبعض المسائل التي لم يرد فيها نص من الكتاب والسنة. وماذا نفعل في المسائل التي لم يرد فيها من الكتاب والسنة نص نستطيع أن نقيس عليه أو نأخذ به؟ يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ويقول سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا شيئا مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه. ومن هنا كان على المجتهد أن يبحث دائما في أصول كل مسألة في الكتاب والسنة، بدلا من أن يستسهل أو يتلذذ أو يرى شيئا حسنا من وجهة نظره فيفتي به. وغدا إن شاء الله نستكمل حديثنا عن إبطال الاستحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. استغفر الله. يا إمام، عندي مسألة في الزكاة أريد أن أسأل عنها. وأنا أيضا عندي مسألة في الصلاة، وأريد أن أسأل عن أمر يتصل بمناسك الحج والعمرة. وأنا عندي مهلا يا إخواني، مهلا يا إخواني، لا أظن الوقت يتسع لكل هذه الأسئلة. يا إخواني، الوقت لا يتسع لمختلف الأسئلة مهما طال، فحاجات الناس لا تنتهي، والإمام متعب اليوم. يا شافعي، لم لا تعلم الناس كيف يستخرجون الأحكام بأنفسهم فتوفر عليهم السؤال؟ وددت لو أستطيع ذلك يا ابن حنبل. بل تستطيع يا شافعي. ألست تبني آراءك وفتواك على قواعد وأصول؟ ما من رأي أقوله إلا ويخرج من قاعدة ويستند على أصل. لو علمت الناس هذه القواعد وتلك الأصول لوصلوا إلى الإجابات بأنفسهم. تقصد أصول الفقه؟ كم تمنيت، ولكني لا أجد في نفسي الجرأة على ذلك. من كان له مثل عقلك وعلمك ليس له أن يتردد في أن ينفع الناس بما أنعم الله عليه به. فعلها الأمين، فعلها، قطع الشعرة الباقية التي تصل بيني وبينه. على نفسها جنت براقش. ما كنت أحب أن تصل الأمور بيننا إلى هذا الحد. رسل الأمين في خراسان يطلبون من الناس التخلي عنك فلا يستجيب لهم أحد. كاد الناس يقتلونهم حينما تحدثوا إليهم. لا جدوى مما فعله الأمين. أثق أن أهل خراسان لا يرضون بغيري واليا عليهم. بل لا يرضون بغيرك خليفة للمسلمين. هم يخلعون بيعاتهم للأمين ويبايعونك بالخلافة. الخلافة في يده على كل حال. ولماذا لا يتغير هذا الحال؟ ألست أنت الأكبر سنا والأرجح عقلا؟ سامح الله أبي الرشيد، كان يعرف ذلك، ورغم هذا فضله علي. الحق معك يا مولاي، ومعك القوة التي تساند هذا الحق. وماذا تكون القوة التي عندي بالقياس إلى ما تحت يد الخليفة؟ الناس هنا في خراسان سيبادرون بالقتال معك، ويود
يتوجهون معك إلى بغداد فينزعون الأمين ويضعونك مكانه. وكم تستطيع أن تجمع من الجند في خراسان؟ وكم يستطيع أن يجمع الأمين من أقطار الخلافة؟ هي حرب خاسرة لو فكرت فيها. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. كم أكره أن تقوم الحرب بيني وبين أخي. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما بك يا شافعي؟ لا شيء يا حمدة. بالله عليك يا إمام، قل لي ماذا بك؟ بينما أنا عائد للدار سمعت الناس يتحدثون عني. ألسنة الناس لا تترك أحدا، ولا ينالك بسوء إلا جاهل. ما تحدثوا بسوء، مررت بجماعة على جانب الطريق فسمعتهم يقولون هذا الشافعي يقوم الليل كله يصلي ويتلو القرآن. أهذا ما يضايقك؟ حسبتك تفرح بما سمعت. أفرح لو كنت كما يقولون عني، ولكني لا أقوم الليل كله كما يدعون. ظنوا بك خيرا، فما يغضبك؟ ليتهم صدقوا يا حمدة. أخاف أن أكون ممن قال الله فيهم ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يا شافعي، إنهم يسمعون دروسك في المسجد وأدركوا أن هذا العلم الواسع لا يصدر إلا عن تقي ورع. وددت لو أن علمي يصل إلى الناس دون أن يعرفوني. أخاف أن يحمدوني فينتقص ذلك من أجري عند الله. إنما تأخذ أجرك على النية يا شافعي، وكذلك لا أستحق الثناء إلا على الفعل. إنك لا تستطيع أن تمنع الناس من الحديث عنك، ولكني أستطيع أن أجعل نفسي مستحقا لما يقولون عني بإذن الله. من الليلة يا حمدة أقوم نصف الليل على الأقل، والنصف الآخر بين النوم والعلم. العلم يحتاج وقتا أطول، وكذلك الراحة والنوم. فلتكن قسمة الليل على 3: الثلث الأول للعبادة، والثلث الثاني للعلم، والثالث للنوم. ولولا أن النوم ضروري لأستقوي على العبادة والعلم ما كنت بحاجة إليه. العلم الذي تسعى إليه يحتاج إلى راحة الجسم وصفاء الذهن، فأنت تضع قواعد الفقه التي يسترشد بها كل من يعمل به. قواعد الفقه والأسس التي تضبطه يا حمدة ليست مسألة واحدة ينتفع بها من يسأل عنها، ولكن النفع يعود على كل سائل وكل المسائل. يرى الإمام مالك أن القرآن هو أساس الشريعة، فلا طريق إلى الله سواه ولا نجاة بغيره. والقرآن عند الإمام مالك هو اللفظ والمعنى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وبذلك فهو لا يعتبر الترجمة قرآنا، ولكنها مجرد تفسير لكتاب الله لا تجوز به الصلاة ولا يأخذ حكم القرآن في شيء. هذا رأي الإمام مالك، أما الإمام أبو حنيفة يرى خلاف ذلك، فالترجمة عنده ما لنا بأبي حنيفة، عرفنا رأي الإمام مالك، فما حاجتنا لسماع رأي غيره؟
لا تتعصب يا فتيان، إنما نسمع الآراء كلها ثم نختار الأصوب منها. الصواب مع مالك دون غيره. أنت يا ابن عبد الحكم على رأس أتباع مالك في مصر، ولكنك لا تراعي حرمة مذهبه ولا تعطيه حقه. أعرف يا فتيان أنك لازمت الإمام مالكا قبل أن تجيء إلى مصر، حتى اختاره الله إلى جواره، ولست أقل منك حماسا لفقه الإمام، وكثيرا ما كنت أتردد عليه. أنا لا أتهمك بالجهل بمذهب مالك، ولكني ألومك على التخاذل عن الدفاع عنه، فمالك هو المذهب الأوحد وكل ما خلافه باطل. اهدأ يا فتيان، هذا التعصب لا يقبله العلم. سميه ما تشاء، ولكن مالك هو المذهب الأوحد، لا أحد يختلف معه أو يخالفه. ولو أن مالكا خالف مالكا لانتصرت لمالك. أي مالك فيهما تنتصر له؟ للاثنين معا. مهلا يا فتيان، مهلا. عندنا في مصر فقهاء آخرون لا يقلون عن مالك، بل ربما يزيدون عنه. من هؤلاء الكذابون المغالطون؟ الليث بن سعد. كل من في مصر يعترف بعلمه ويعرف مكانته. الليث هذا كان يحاور الإمام مالكا، وكم صوب الإمام مالك آراءه. نعم، ولكن بعض آراء الليث كانت هي الأصوب، كانت هي أقرب إلى الشريعة، هكذا يقولون. من يكون الليث؟ من يكون؟ عجيب أمرك يا سالم، كلنا نعرف أنك تخالف الليث وتخاصمه، فما يدفعك الآن للدفاع عنه؟ راجعت نفسي بعدما قرأت بعض كتبه، فرأيته مصيبا في رأيي. الصواب مع مالك دون غيره. ما رأيناك من أهل العلم من قبل يا سالم، لماذا تجادل العلماء وتناقشهم؟ أنا أعرف أنني أكره الليث، ولكنني أرى أنني مقتنع برأيه وبعلمه. فيما يختلف الليث هذا عن الإمام مالك؟ هات المسائل التي يخالفه فيها. انظري يا أماه، هذا المتجر يعرض أثوابا جميلة. نلارة ما عندها. كم ثمن الواحد من هذه الأثواب؟ 20 درهم. لا بأس بالثمن. أي الأثواب تختارين؟ ما رأيك في هذا يا أماه؟ أحسنت الاختيار. وهذا أيضا. لا بأس به، ولكن الأول أفضل عندي. أعطيه يا أماه 20 درهما. أخذنا الثوب. هاك الثمن يا رجل. أنت يا امرأة، أنت يا امرأة، أنت يا امرأة. ما الأمر يا رجل؟ هذا الثوب الذي أخذتيه معاذ. لا أرى فيه عيب. العيب خفي لا يظهر بغير نظر دقيق. انظري. ما لفت النظر عندما رأيناه؟ إن شئتما خذا ثوبا غيره. لكني لا أرى أفضل منه. لو أنك مصممة عليه أرد لك 5 دراهم من الثمن مقابل العيب الذي في الثوب. ما دفعك إلى ذلك؟ أمرك عجيب. لقوله عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. هذه الدراهم لك. ما رأيت مثله. ما اسمك يا رجل؟ عثمان بن إدريس الشافعي. الشافعي؟ لقد سمعت بالاسم قبل ذلك. أبوك من يلقي الدروس في مسجد بغداد؟ أجل. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. هيا. جئتك يا سالم نستكمل الحديث الذي بدأناه اليوم.
لقد اتفقنا أن نستكمله غدا. لا أطيق الانتظار، لا أبيت ليلة واحدة والإمام مالك موضع اتهام. استغفر الله العظيم، من هذا الذي ينتقص من قدر الإمام مالك؟ ولكن هناك البعض في مصر يخالفونه فيما يقول. من هذا البعض؟ أصحاب المذهب الحنيفي لا يقرونه على استناده إلى عمل أهل المدينة كمصدر للشريعة. هذا أمر قديم حسمه الإمام مالك عندما كان يجادله فقهاء العراق. ولكن هذا الرأي لم يحسن في مصر، فما زال الليث بن سعد يرفض هذا الرأي. الليث هذا كان صديقا للإمام، ولكنه لم يعطي الصداقة حقها. نعم، ولكن بعدما مات مالك زاد الليث في الاعتراض على آرائه والانتقاص منها. مالك لن يعدم المدافعين عنه، أنا أول من يدافع عنه ويدفع حياته كلها ثمنا لمن يعارضه. عفوا يا فتيان، عفوا. المسألة ليست صراع قوة، ولكنها صراع حجة، وأنت مع الأسف لا تملك العلم والفقه الذي يملكه هذا الليث. بوسعي أن أجادله وأخطئه. لا لا لا، أنصحك ألا تفعل، فالرجل قوي الحجة، ولا أستبعد أن يغير رأيك لمعارضة مالك بدلا من الدفاع عنه كما فعل معي. أين ومتى يعقد هذا الرجل مجالسه؟ في داري وفي مسجد الفسطاط. وسعي أن أقطع لسانه إذا لزم الأمر. لا 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 لا، إياك أن تفعل، فالرجل له مكانته عند الوالي. لا أبالي ما يصيبني في الدفاع عن مالك. لا لا، لو تخلصت من الليث لا يغير هذا الأمر شيئا. ستبقى كتبه وآراءه التي تغير فكر الناس، وربما يتعلق بها أكثر. ألديه كثير من الكتب؟ كثير جدا. عندما ينتقل إلى الإسكندرية يستخدم سفينة بأكملها لحمل هذه الكتب. لو غرقت هذه السفينة في البحر يضيع فكره كله ولا يبقى من الرجل شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام. اذهب أنت يا صبي، اذهب أنت. هذا فائد حسن. أنت يا حسناء التي تستقبلينني. ما الذي تريده؟ أجرة الدار سوف ندفعها في موعدها. ما جئت أتقاضى أجرة الدار، إنما جئت لأمر آخر أعرف أنه يسرك. من يا مسلمة؟ صاحب الدار التي نسكنها. مرحبا بك، ما الذي تطلبه؟ ما عدت صاحب الدار، الدار لك ولابنتك، وسأكون أنا ضيفكما. ما الذي تريده يا رجل؟ أريد الزواج بك، هذا كل ما أطلبه. تتزوجني أنا؟ ليس من اللائق بقاء امرأتين وحدهما دون محرم معهما. لسنا وحدنا، زوجي مسافر وسوف يعود. قلت ذلك منذ شهور. هو في مهمة تأخر فيها وهو في الطريق إلينا. ذلك لا يعطل زواج. لقد طلقت واحدة من زوجاتي الأربعة. كما أنا معجب بابنتك. هناك من طلبها للزواج ووعدناه بها. لا تتعللي يا أم مسلمة، سوف أعطيها المهر الذي تطلبينه، وتكون لكم هذه الدار التي تقيمني بها. ولو أعطيتني كنوز الأرض ألا تخجل يا رجل من طلبك هذا وأنت في سن جدي ولديك 4 زوجات؟ جدك؟ أليس الزواج أفضل لكما
من الغرباء الذين يترددون على الدار. ما من أحد يتردد علينا، إننا نتولى أمورنا بأنفسنا. لن تحتاج لذلك بعد الزواج بي. سوف أكفل لكما أسباب العيش. لقد أصابك خرف الشيخوخة ولم تعد تعي ما تقول. بل أعي ما أقول، ولن أسمح للنسوة بالبقاء في داري واستقبال الغرباء. نحن نعرف حدود الشرع ولا نخرج عنه. أنتما تثيران شبهات، ولا مكان لكما في دار لا تنوي غير شرفاء. أغلق فمك قبل أن أقطع لسانك. انتظري يا مسلمة، تريد أن تطردنا من دارنا؟ أين نذهب الآن؟ ذلك شأنكما، ولكني أريد داري. دع لنا فرصة نبحث فيها عن دار أخرى نقيم فيها. أسبوع واحد وتتركان الدار، أو ترجعان نفسيكما وتقبلان الزواج. ليس لصاحب الدار أن يخرجكما منها بين يوم وليلة. حاولنا أن نؤجر دارا أخرى نقيم فيها، ولكن أصحاب الدور لا يرحبون بامرأتين تقيمان وحدهما. لو أن الإمام الشافعي وولده عثمان قاما بتأجير دار لنا لسهل علينا الأمر. لا أعرف رأي الشافعي في ذلك. كلها أيام ونخرج إلى الشارع لا نعرف أين نقيم. بل تقيمان معنا هنا. هات متاعكما وسوف أرتب لكما غرفة تقيمان فيها. لا نحب أن نثقل عليكم. بل مرحبا بكما. ألا يحسن أن تشاوري زوجك في إقامتنا معكم؟ أحسب أن زوجي يرحب بكما. أنتما في ظرف قاهر وليس أمامكما مخرج آخر، فالزواج بالإكراه لا تقره شريعة أو دين. لا أعرف لماذا لم يعد أبي إلى بغداد. حسبناه يعود بعدما مات رشيد. لو أنه جاء إلى الخليفة الجديد وأعلن توبته عن الخوض في مسائل الكلام ربما غفر له. فيما تتهامسان؟ أحضر متاعكما على الفور، سأذهب معكما الآن. ما رأيك يا عثمان في العروس التي أحدثك عنها؟ أشهد أنها تقية صالحة ترعى الله. ما رأيتها يا أمه حتى أقول رأي. بل رأيتها يا عثمان، جاءتك المتجر مع أمها، الفتاة التي اشترت ثوبا معيبا ورددت لها أنت فرق الثمن. تذكرتها يا أمي، تذكرتها. لقد حدثتني عنك وأحسست أنها شديدة الإعجاب بأمانتك وتقواك، وزاد إعجابها بك عندما علمت أن أباك هو الشافعي. ما كنت أرضى الغش لها أو لغيرها يا أمي. إنها من عائلة طيبة، وإن فقدت كل أهلها في ثورة الخوارج. وما رأي أبي في هذا الزواج؟ رحب به لو وافقت أنت عليه. أتذكر الفتاة عندما جاءت المتجر مع أمها، لا أرى فيها ما يعيبها يا أمي. إنهما يتحرجان من الإقامة عندنا، والزواج يرفع عنهما هذا الحرج. سوف أطلبها من أمها. الواجب يا أمي أن يطلبها أبي من وليها. فقدت كل أقاربها في ثورة الخوارج وليس لها أولياء. وكيف يتم الزواج إذن بغير ولي؟ إذا وافقت العروس وأمها أذهب مع أبيك إليهما ونبحث كيف يتم الزواج. إن شاء الله. كم أنا سعيدة بزيارتك يا إمام. بارك الله فيك يا ابنتي. استمعت إلى دروسك مرات قليلة في مسجد بغداد، وكم شدني حديثك عن الكتاب والسنة. أسأل الله أن ينفع الناس بما أقول. تعلمين السبب الذي جئنا من أجله. نريد مسلمة لولدنا عثمان، وأظنك رأيته ورآك عندما اشتريتما ثوبا من متجره في السوق. ولا بأس من فرصة أخرى يراها وتراه، ولكن في وجودنا. ذلك أدعى لزيادة المودة بينهما. لا أحب أن نرد فتى صالحا ابن رجل تقي عالم. على بركة الله. قلت إنها لم يعد لها أولياء من أقاربها الرجال، ألا يجوز لأمها أن تتولى زواجها؟ ولاية الزواج يا حمدة لا تكون إلا للرجل. لا حاجة لولي. المرأة البالغة الرشيدة تستطيع أن تزوج نفسها بغير ولي. لقد شاهدت في بغداد بعض حالات الزواج على هذا النحو. ذلك مذهب الإمام أبي حنيفة، ولكني لا آخذ به،
إنما آخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن لم يكن هناك الولي القريب فتنتقل الولاية إلى الولي البعيد. أما من أقارب لها نطلبها منهم؟ لا نعرف أحياء من أقاربها. ليس أمامنا غير تأجيل الزواج حتى نجد حلا. التأجيل غير مناسب، فقد جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 3 لا يؤخرن، منها الأيم إذا وجدت لها كفؤا. إذن ما الحل الذي تراه يا شافعي؟ إذا اتفقنا على الزواج بإذن الله يجوز لمسلمة أن توكلني في الولاية عنها ما دامت ليس لها ولي، ويجوز للقاضي أن يعقد زواجها، لأن الحاكم ولي من لا ولي له، والخيار له. ولكن لي ولي يا إمام. من يكون يا مسلمة؟ أبي يا أماه. أبوك؟ نعم، أبي حي، ولا أحب أن أخدعك وأنت عالم صالح. ألم تخبراني أنه قتل في فتن الخوارج؟ خشينا أن يصيبنا الأذى لو عرفت الشرطة حقيقتنا. أي أذى؟ الحاكم يطلب أبي، ولهذا تركنا واختفى مع أصحابه في البصرة. ولماذا يطلب الحاكم أباك؟ يراه هو وجماعته من أصحاب الأهواء الذين يتحدثون في مسائل نهى الحاكم عن تناولها. ومن هو أبوك؟ بشر المريسي، أظنك تسمع به. بشر المريسي؟ لقد خاصمته وطلبت من الرشيد أن يؤاخذه إذا واصل حديثه في مسائل العقيدة عن ذات الله. يعلم الله أنني ما وافقت أبي على أفكاري، لكنه لا يبالي باعتراضي. يا سبحان الله، ما تصورت الأمور تجري على هذا النحو. أثرت أن أصارحك حتى تعرف عنا كل شيء، فلا يجوز الكذب على الإطلاق، ولا يجوز في الزواج على نحو خاص. شكرا يا ابنتي على كل حال، شكرا على الصدق والمصارحة، فالمؤمن لا يكذب. قلبت الأمور يا فضل وانتهيت إلى رأي في مسألة ولاية العهد. وفق الله أمير المؤمنين إلى ما يحبه ويرضاه. أخي المأمون لا يستحق ولاية العهد، وليس من صالح المسلمين أن تكون له الخلافة من بعدي. كان هذا رأيي يا مولاي، ولكنك ترددت في الأخذ به. وجدت الصواب فيما نصحت به. ولدي موسى أولى بولاية العهد وأحق بها. لو أن الرشيد حي ورأى المأمون ينقض العهد بينكما لوافقك على ما تفعل يا مولاي. خذ البيعة من الناس لولدي موسى من بعدي، وأبلغ أئمة المساجد بالدعاء له كما يدعون لي. كم سيرتاح الناس لذلك يا مولاي. كانوا يتخوفون من أن يلي أمرهم خليفة نصفه عربي ونصفه فارسي. واكتب لأهل خراسان أنه لا طاعة عليهم للمأمون، فلقد استبعدته عن ولاية العهد وعزلته عن ولاية خراسان. يا لقدر الله، أما وجدت يا حمدة من دون نساء العالمين عروسا لولدك غير ابنة بشر المريسي؟ إنه رأس أصحاب الكلام. أتراه خارجا على ملة الإسلام يا أبي؟ لا أقول ذلك يا عثمان، ولكن ما يقوله أصحاب الكلام يقود إلى الشك في العقيدة والدين، ولأن يبتلى المرء بأي ذنب خلاف الشرك بالله خير له من أن يلقى الله بما يقوله أصحاب الكلام. ولكن مسلمة قالت إنها لا توافق أباها على ما يردده، ولا ذنب لها فيه. يقول تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لقد أعجبتني عندما صارحتنا بحقيقة أهلها. ما كان بوسعها أن تخفي الأمر طويلا. بوسعها أن تخفيه حتى يتم الزواج.
كأنك وولدك عثمان تميلان لإتمام هذا الزواج. الذي أعرفه من أمي أن الفتاة شديدة التعلق بأحاديثك في مسجد بغداد، وهي ترى الأخذ بما ورد في الكتاب والسنة، وتستنكر ما يردده أصحاب الكلام من أمثال أبيها. هب أنني وافقت على هذا الزواج، فهل يوافق بشر؟ إن أصحاب الكلام يرون أصحاب الحديث أعدى أعدائهم. الفتاة وأمها لا تعرفان أين بشر، وليس لديهما وسيلة للاتصال به. لا بد أن يظهر بعد وقت، فماذا يكون موقفه؟ أيحق له يا أبي إبطال الزواج لو تم في غيبته؟ لا أرى أن يتم هذا الزواج في غيبته، لا بد من رأيه في زواج ابنته. هب أنهما لم تستطيع العثور عليه، فهل تبقى الفتاة بغير زواج؟ لا نستطيع أن نسبق الأحداث. الفتاة وأمها بحاجة إلى رجل يقوم على أمورهما. لا بأس من أن تقومي أنت وعثمان بكل ما هما بحاجة إليه، فلهما حق الغريب وحق الجار. وصاحب الدار يستعجل خروجهما منها، فماذا تفعلان؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. مولاي، أما أمرتك ألا تقطع علي خلوتي؟ مولاتي زبيدة قادمة يا مولاي. إذا انصرف أنت الآن. هيا، وانصرفوا أنتم جميعا. هيا، ولكن عودوا بعد أن تنتهي الزيارة. ها؟ وأنت أيضا يا فضل. هيا، أسرع. لم أرك منذ أيام فجئت أطمئن عليك. شغلتني مسائل الخلافة. مرحبا يا أمه. وما أخبار الخلافة يا أمين؟ ثورة السفياني في الشام يكاد ينتهي أمرها. لقد وقع الخلاف بين رجاله من اليمنيين والمضريين، فتقاتلوا فيما بينهم. وهكذا ينتهي أمرهم، كما سينتهي أمر الخلافة العباسية. ما هذا الذي تقولينه يا أمه؟ ما أخبار الصراع بينك وبين أخيك المأمون؟ هذا ما جئت أطمئن عليه. حاولت كما تعرفين إزالة أسباب الخلاف، ودعوته للحضور إلى بغداد، ولكنه أصر على البقاء مع أخواله في خراسان. دعوته إلى بغداد. دعوته إلى بغداد بعدما نزعت منه ولاية العهد. ما أتركه يا أمي حتى ينتزعني من الخلافة ويستأثر بها لنفسه. وقع ما كنت أخشاه، وبدت بوادر الصراع والحرب بينك وبين أخيك. ما كنت أريدها، ولكنه بدأها بالفعل. عساكره يتحركون نحو بغداد بقيادة هرثمة، فماذا أفعل؟ وحسرته على أرواح المسلمين ودمائهم. كم من الآلاف سيموتون، كم من الأطفال سييتمون، كم من النساء سيترملن. ليس الحال كما تتصورين يا أماه، فجيوش الخلافة أضعاف جند المأمون، ومتى بدأت المعركة لن تطول أكثر من ساعات ويقع المأمون في يدي.